عدم جدوى العلاج بالوزر. بعض العلاجات الإشعاعية نعم قد تسبب أورام في المستقبل، وإحنا نخاف عليهم وما نبي لهم أي مضرة. بالنهاية هذا الشيء يتعارض مع العلاج وقاعد يسبب ضرر، سواء بالبحث العلمي اللي في دراسة تم نشرها من المملكة العربية السعودية قام نشرها الدكتور علي الزهراني وأثبتت عدم جدوى العلاج بالوزر، وبالإضافة إليه المضرة التي تصل إلى الموت، فهذا شيء مثبت علميا. بالنهاية إحنا نقول اللي يبي ياخذ شيء ياخذه وهو حر، واللي ما يبي ياخذ إحنا موجودين. أحب أوجه لهم رسالة إن هم ما يخافون من السرطان. السرطان كل ما أنت خفت منه رح يتأخر التشخيص، رح يتأخر العلاج، ورح تقل نسبة الشفاء. السرطان مرض مثل بقية الأمراض، وهو ليس المسبب الأساسي عالميا بالوفاة، لأن المسبب الأساسي هو أمراض القلب. فهو الحين مرض مزمن يحتاج المتابعة، يحتاج التشخيص المبكر والتدخل السريع لضمان نسبة الشفاء أن تكون مرتفعة بأكثر درجة ممكنة. العلاج الإشعاعي أحد أنواع علاجات الأورام القائمة بحد ذاتها، لها دواعيها ولها استخداماتها، لا تستخدم لجميع الأورام، وقد تستخدم لبعض مراحل الأورام وبعض أنواع الأورام، وهو علاج فعال ثبت علميا وطبيا جدواه وفعاليته. بعض العلاجات الإشعاعية نعم قد تسبب أورام في المستقبل، لأن هي تستخدم كعلاج لأحد أنواع الأورام، ولكن المريض الهدف إنه يظل يتابع علشان نتجنب إنه فعلا حدوث ورم آخر بسبب العلاج الإشعاعي. أعداد الحالات السرطان اللي تم تشخيصها بناء على آخر إحصاء هم 2845 مريض، ويشمل كويتيين وغير كويتيين. سرطان الثدي وصل 648 حالة، القولون 288 حالة، الأورام الليمفوما اللي هي تصيب الغدد الليمفاوية 226 حالة، سرطانات الدم تقريبا 200 حالة، وعندنا سرطان الغدة الدرقية بعد من يعتبر من الأورام الدارجة الحدوث خاصة بالسيدات 192 حالة، وهذول يشملون حوالي 60% من أنواع الأورام. أهمية الكشف المبكر يساهم بنسبة كبيرة بزيادة فرصة التشخيص المبكر، التدخل المبكر، وزيادة نسبة الشفاء. الدعم النفسي جدا مهم، وأنا دايم أحب أستذكر هالشغلة، مو بس الدعم النفسي للمريض نفسه، لأسرة المريض.